بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ان شاء الله النهاردة هتكلم عن ده تقريبا الفيديو رقم 8. هتكلم عن ايه هو الاي دي اي. بص، ايه هو الاي دي اي؟ تعالى كده نديله الاول تعريف عادي خالص، اللي هو تعريف البروجرامنج العادي، الناس المحترمين الباشمهندسين يعني. التعريف بيقول ايه؟ ان ده المكان، الاديتور بتاعك، اللي بتقدر تكتب فيه الكود بتاعك، وبيحصل له ترجمة، وبيروح للكمبيلر، والكمبيلر بيترجمه ويبعته للماشين اللي هو الكمبيوتر بتاعك يعني. هنا اللي بتتم الايه؟ عملية البروجرامينج، بتكتب وبتترجم وبتوصل للماشين. هو ده الاي دي، ده الانفايرومنت بتاعنا اللي بنشتغل عليه. طيب، تعال نشعبول الحوار كده، شعبول لك الدنيا ماشية ازاي. الشعبولي بتاع التعريف ده، دي الكراسة بتاعتك، هي دي الكراسة اللي انت بتكتب فيها بس. هي ما فيهاش حاجة تانية. بتمسح فيها بالاستيكة، بتسطر فيها بالمسطرة، زي ما انت حابب. بس يبقى قلنا تعريف المهندسين اللي هو ايه؟ ده المكان الاديتور بتاعك اللي بتشتغل عليه، بيترجم فيه كل حاجة. لو في غلط بيوضح لك ان عندك غلط. حلو الكلام. طيب، تعريف الشعبولي بيقول لك ايه؟ ده الكراسة بتاعتك، تمسح، تكتب، تعمل فيها اللي انت عايزه بس. الدنيا واضحة اظن يعني. الموضوع مفهوش يعني، هو الفيديو اصلا كله على بعضه دقيقتين بس. تعالى اديك امثلة عليه. الامثلة معانا ايه؟ 3 حاجات هنشتغل عليهم، وهقول لك انا بفضل ايه في الفي اس كود، في الاندرويد ستوديو. بس يعني ايه، اعتبرها دي اندرويد عشان دي هتطول معانا اوي قبل ما اكتب لك اندرويد. وعندك حاجة اسمها الدارت باد. خلاص، ده لو انت اسمه ايه ده عشان لو انت حابب تكتب دارت والكلام ده. هقول لك كل واحدة منهم بتعمل ايه. الفي اس كود ده هو دوره بياخد اكتر من لغة، ما عندوش مشكلة. هو عبارة عن زي كده جوجل كروم، وبياخد اكستنشن. كل اكستنشن من كل اضافة من اللي انت بتضيفهم دول بتخليه يبقى حاجة تانية. يعني يشتغل مرة على بايثون، يشتغل مرة على الدارت، يشتغل مرة على السي شارب، يشتغل مرة على السي بلس بلس، على حسب الإضافة اللي انت ضفتها. فهمت الفكرة؟ الاندرويد ستوديو ده هو مش فكرته قوي كده، لا ده هو شغال على حاجات معينة من ضمنها الدارت والدارت باد ده. الاتنين دول بيحتاجوا ان انت تعمل لهم انستول وتفاصيل، انما دي هو اونلاين على طول، تشتغل عليه اونلاين. ده ما فيهوش تفاصيل كتير، مش محتاج اي حاجة يعني. ده اخره معاك الدارت، هو اسمه اصلا دارت باد، هتخش على جوجل هتلاقيه. الاتنين دول محتاجين تعمل لهم انستول. هتعمل لهم ازاي انستول؟ دور انت بقى، شوف هتعمل لهم ازاي انستول. طب هتقول لي انت ليه ما تعملش الحاجات دي؟ انا بخاف الموضوع يكون قديم ولا حاجه، فالاقي نفسي ان انا ايه، عامل فيديو قديم ولا حاجه، فالدنيا يعني تيجي تخش على الويب سايت تلاقي الوضع مختلف خالص. فانت الافضل ايه، وقت ما بتشوف الفيديو روح انت اعمل له انستول. هو بسيط قوي، ما فيهوش اي حاجه صعبه يعني. بس انا هشتغل بالفي اس كود وما فيهوش حاجه صعبه يعني، ان شاء الله ما تقلقش، واحده واحده والدنيا هتمشي. بس انت الاول اعمل سيرش وشوف ازاي ممكن تعمل له انستول. والله خطواته صغيره وبسيطه قوي يعني، ما فيهوش حاجه صعبه. وشوف ازاي ممكن تضيف الدارت وفلاتر، وانا برضه هوضح لك الحاجات دي في الفيديو اللي جاي. ولحد هنا الفيديو خلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.